كأس التتويج والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للسيدات. يصعدنا لاستلام الكأس التي كانت عن جدارة واستحقاق خلال هذه الدورة الرباعية التي دارت رحاها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 22 إلى غاية 31 من أوت الجاري. بعد لحظات سيرفعنا الكأس وسيستلمنا الكأس من يدي عبد الحكيم الشلماني وكذلك المدير التنفيذي الهمامي. إذن سيدات نادي الجيش الملكي المغربي يصافحنا مسؤولي اتحاد شمال افريقيا وعلى راسهم نائب رئيس اتحاد شمال افريقيا عبد الحكيم الشلماني وكذلك المدير التنفيذي الهمامي محمود الهمامي كما تتابعون على الصورة. وحضور الكاس الآن عبد الحكيم الشلماني سيقوم بعد لحظات بتسليم الكاس بعد لحظات والتقاط الصور التذكارية. مشاهدينا الكرام نتمنى كل التوفيق لممثل الكرة عن منطقة شمال افريقيا في دوري ابطال افريقيا وخرجته الافريقية. بعد لحظات سترفع الكاس عاليا لسيدات الجيش الملكي المغربي. الف مبروك لهن، فزنا واللواتي واللائي فزنا بالكاس عن جدارة واستحقاق. الف مبروك لهن بعد مسيرة بطل. إذن ويرفعنا الكاس عاليا. الف مبروك لهذا التتويج المستحق وهارد لك لباقي الفرق على امل ان يشرفنا الكرة عن منطقة شمال افريقيا احسن التشريف بحول الله في قادم الاستحقاقات. نتمنى نتعرف واياكم عن هوية الفرق كذلك التي ستتأهل الى دوري ابطال افريقيا لهذه الفئة. نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم مع الفرقة التقنية التي سهرت على انجاز وانجاح هذا البث عبر قنوات اليوتيوب وكذلك التيك توك ومنصات لينوف اتحاد شمال افريقيا. نترككم مع هذه الصور الجميلة.